انتهينا معاكم الحلقة اللي فاتت وقسمنا عصور ما قبل التاريخ، ووعدناكم إننا نتكلم بالتفاصيل عنها بداية من الحلقة دي. ولكن حابب أوضح في البداية إن عصر ما قبل الحجري هو أول العصور، وما كانش فيه معلومات بشكل كافي مذكورة في التاريخ عنه، وعشان كده قررنا نبدأ معاكم كلامنا من العصر الثاني، هو العصر الحجري القديم. في بداية العصر ده وأول ما الإنسان ظهر، ما كانش فيه وسيلة دفاع موجودة ليه ساعتها يدافع بيها عن نفسه من هجوم الحيوانات المفترسة عليه، فلجأ إنه يشغل دماغه ويستغل الظروف الموجودة حواليه. فكان بيقطع الأشجار ويستخدم الأحجار الصلبة ويصنعها بحيث يكون ليها حد أو سن يقدر يدافع بيه عن نفسه. والآلات اللي كانت بتتصنع من الأحجار دي كانت سموها في علم الجيولوجيا باسم أيوليت. لكن الغريب إن علماء الجيولوجيا صنفوا الآلات دي إنها من ضمن العصر الجيولوجي الثالث، ولكن العصر ده مشكوك في وجوده بالنسبة لحياة الإنسان، والسبب في كده هو إنهم ملقوش أي بقايا من استخدامات الإنسان في العصر ده. وبالنسبة لمصر، كان بيقدر الإنسان إنه يجمع آلات العصر ده من هضبة الصحراء، ولكن برضه كان مشكوك في تاريخها بسبب المؤثرات الجوية زي البرد والحر وغيره. ولحد هنا تكون انتهت حلقتنا، ولكن ما انتهاش معاها العصر الحجري القديم. استنونا الحلقة اللي جاية، هنكمل كلامنا عن العصر ده ونخش أكتر وأكتر في تفاصيله. بس كده، لو استفدت ما تنساش تفيد غيرك.